بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني واحنا نجتمع في هذه الفعالية الجميلة، طبعا برعاية كريمة من سعادة الشيخ الفريق الدعيج بن خليفة آل خليفة رئيس الجمعية الخليجية للإعاقة في المركز الكويتي للغوص. ونحن نرى اليوم أبنائنا المعاقين يترجمون هذا الإبداع وهذا التحدي وهذا الإصرار في الوصول إلى التميز من خلال مشاركتهم مع أخوانهم الغواصين الغير معاقين. طبعا هذا الإصرار وهذا التحدي وهذا التميز هو من يصنع من المعاق بطلا يتلألأ في سماء الإبداع والنجومية. لهم كل التوفيق إن شاء الله، ومنا لهم كل الدعم سواء الإعلامي أو المعنوي إن شاء الله عبر كل الوسائل الإعلامية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وآل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا تشرفنا في الجمعية الخليجية للإعاقة مع الجمعية بالتعاون مع الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين بتكريم الأخوة الأشقاء من الخليج. فعالية يعني نادر ما تحصل، نجتمع لأجل كلمة واحدة، ذوي الاحتياجات الخاصة. للأمانة يعني نبذل لهم الغالي والنفيس، لأن احنا نطمح نعطيهم شيء الله أخذ منهم وعطانا إياه، لازم احنا نعطيهم إياه. فهذه إحدى خدمات الدولة وبالذات خليجنا اللي تكاتف على أنه يقدم خدمة لذوي احتياجات الخاصة ويكرمهم ويبدع طاقاتهم. وأبرزها يعني شفنا أصعب شغلة يوم من الأيام، أنا كنت أتمنى أني أكون غواص، لا يغركم الجسم، بس كنت أتمنى أني أكون غواص. وفعلا الحمد لله تحققت أمنيتي أني أشوف أناس أصحاب ذوي احتياجات خاصة، فضل من الله حققه الأمنية، الله يشهد علي. نزلت دمعتي من ساعة يوم شفت واحد من الشباب من الغواصين نجح انه يلبس بدله كامله، وانه في غواص ثاني بدل بدله مع المدرب، وانه غواص نزل بلبس الغوص القديم وطلع بالغوص الجديد باللبس الجديد. فهذا الحمد لله نجاح، ونتمنى ان شاء الله تكرر الفعاليات هذه، وكلنا ان شاء الله ايد بايد الى ان احنا نمحو كلمه اعاقه ونحط بدالها انجاز، وما نتكلم عن الانجاز الا بعد ما يصير ان شاء الله. بالنسبه للمهرجان، انتم شفتوا التنسيق والتعب اللي تعبوه طبعا المدربين، وعلى راسهم الكابتن ناصر العثمان والكابتن عبد الله العقيل، وكانت الكابتن شعب بصراحه ما قصرتش في المهرجان، على اساس ان هي بنشاطاتها قدرت ان هي توصلنا او توصل الاعلام لينا، لان طبعا دور الاعلام ان هو يوصل المهرجان اللي احنا بنعمله ده، على اساس ان كل اسره عندها حاله من حالات الاعاقات الذهنيه او حالات الداون، ما تحاولش ان هي تخليها داخل الغرفه عندها وتقفل عليه وما تخلوهوش يطلع، بل بالعكس يحاولوا ان هم يدمجوهم مع المجتمع كحاله طبيعيه خالص. وده طبعا اللي انا بقوله في المهرجان ده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كابتن شعاع امين، كورس دايركتور مدربين في رياضة الغوص. أنا بالنسبة لي خضت هذه التجربة من خلال أني أدربت ذوي الاحتياجات الخاصة. كانت الفكرة في البداية أني أدمجهم في رياضة من رياضات النخبة، وهذه تعتبر من رياضات الصعبة، لكن الحمد لله بعزيمتهم هم قدروا يساعدونا من خلال التدريب. كان عندهم إرادة قوية وكان عندهم رغبة كبيرة للتعليم وللتدريب، والحمد لله احنا أنجزنا وخضنا هذه التجربة معاهم. وهم بالنسبة لهم الحين يعتبرون أول غواصين في العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي اثبتوا أن هم قد التحدي وقدروا يخوضون المهارات كلها بجدارة، ونفذوا مهارات قيادية الأسوياء ما يقدرون ينفذونها بصراحة. أنا من خلال تدريبي مع سالم ما حسيت أي مشاكل أو ما حسيت بأي تعب، لأن كان سالم عنده إصرار أنه يتعلم، وأنا سعيدة وايد أني أنا نجحت وأنجزت مثل هذا العمل. وكلنا بالنهاية نخدم ديرتنا الحبيبة وعشان نرفع اسمها، ويكفي أنهم أول طلبة ومتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويت يخوضون هذه التجربة وينجحون فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. مهرجاننا اليوم هو مهرجان يجسد قدرة فئة معينة من شباب الكويت اللي هم يسمونهم ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا شايفهم مو ذوي احتياجات خاصة، أنا شايف
كل القدرات كل الطاقات فيهم، بس تحتاج ان احد بس ينمي هذه الطاقات ويطلعها. احنا تبنينا مجموعه من الشباب على تدريبهم على الغوص وعلى المهارات الصعبه، وفعلا قدرنا ان نوصل بالشباب انهم يؤدون هذه المهارات بكل تلقائيه وتحدوا فيها حتى الاصحاء. وكانت فرصة زيارة الوفد من الجمعية الخليجية للإعاقة، اليوم شرفونا بالمركز الكويتي للغوص وخلينا الشباب يأدوا لهم هذه المهارات الصعبة، وفعلا يعني اللي لاقت كل استحسان من الحضور، بحيث انهم راح يتبنون هذا البرنامج حتى عندهم في دول الخليج. هذه كانت فكرة من مهرجاننا اليوم، واللي الجميع شافه وانبهر باللي يأدونه الشباب اللي المفروض من ذوي احتياجات الخاصة، لكن فعلا هم بس محتاجين ان ننميها ونوجه طاقاتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة نيابة عني وعن اخواني اعضاء مجلس ادارة الجمعية الخليجية للإعاقة اللي حقيقة تواجدنا هذا المساء في مركز الغوص، واطلعنا على حقيقة تجربة فريدة من نوعها، وهي عدد من ابنائنا حقيقة المعاقين في تجربة كما قلت تجربة الغوص، ويعني بمهارات عالية جدا حقيقة، يعني حيث انهم يغوصون ويلبسون لباس الغوص بشكل اشكال مختلفة بحركات مختلفة. فانا اعتقد هذا النشاط ليس بالسهل على يعني على امثالهم، لكن حقيقة ان هذا التحدي يؤكد ان لا يوجد هناك اعاقة حق اي انسان يستطيع انه يعني يتحدى اعاقته. فأنا هنيهم حقيقة على ما قاموا به، وأعتقد هاي تجربة جديرة بأن يعني كلنا من أبناء دول التعاون أن ننقلها لنا وأن نقوم ب يعني تطبيقها على أبنائنا إن شاء الله. يا حبي يا الكويت، يا حبي يا الكويت.